رسميا ريال مدريد يجهز نفسه لخطف كيليان امبابي. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ بالتفاصيل، هل يستطيع ريال مدريد حسم صفقة الفرنسي كيليان امبابي؟ شاركونا بالتعليقات. يتعامل مسؤولو ريال مدريد بحذر وترقب وهدوء شديد مع صفقة التعاقد مع كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان. وذكر صحيفة ماركا في تقرير لها أن امبابي لا يستعجل حسم مصيره ويريد الحصول على مكافأة الولاء في عقده مع سان جيرمان وأيضا مكافأة توقيعه من ريال مدريد. وأضافت أنها وفقا لهذا السيناريو فإن كيليان سيفوز ب 200 مليون يورو. وأشارت أما النادي الباريسي فهو يتحرك بسرعة بالغة لحسم تجديد عقد امبابي، بينما يجهز اللاعب نفسه للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق يوم الاثنين المقبل. وكشفت الصحيفة الإسبانية أيضا أن أموال صفقة النجم الفرنسي لم تكن ضمن ميزانية ريال مدريد للموسم الجديد 2023-2024، لكن تغير الحال بعد إعلان امبابي رغبته في عدم تجديد عقده مع سان جيرمان. وذكرت أنه لا توجد حلول قصيرة الأمد في الوقت الحالي سواء بالنسبة لتفاوض باريس مع امبابي لتجديد عقده أو تحرك ريال مدريد لشراء اللاعب. وختمت ماركا تقريرها بأن ريال مدريد يترقب حاليا بكل هدوء الموقف بين امبابي وإدارة باريس، ولا توجد نية للتحرك لضمه قبل حلول أغسطس المقبل استنادا لقانون سوق الانتقالات، لأنه كلما مر الوقت تنخفض قيمة شراء عقد اللاعب. وينتهي تعاقد امبابي مع باريس في 30 من يونيو 2024، علما بأنه انضم لصفوف البي اس جي في صيف 2017 قادما من موناكو. ووصل كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان تحديه لإدارة ناديه في ظل توتر الأجواء بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة. وأكد صحيفة لو باريسيان في تقرير لها أن امبابي لم يغير موقفه وهو البقاء مع الفريق دون تمديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2024. وأضافت أن موقف كيليان يستفز ويغضب رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي وكذلك ملاك النادي في قطر. وأشارت إلى أن هذا الموقف المعقد يربك حسابات باريس مع استئناف الفريق لتدريباته استعدادا للموسم الجديد. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، توترت العلاقات بشدة بين امبابي وباريس في الأسبوع الأخير، كما أن سفر اللاعب إلى الكاميرون وتصريحاته هناك زادت من حدة الأزمة. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.